بيبدأ الفيلم مع مدرب لكرة السلة وهو بيشرح في فيديو تسديدة سلام دانك، واللي تعتبر أصعب تسديدة في كرة السلة لأن لاعب بينط المسافة عالية جدا وهو بيدخل الكرة في الشبكة وهو ماسك السلة. بعد كده بنشوف بطلنا تشانج وهو بيتكلم فيديو كول مع صديقه المقرب بو، وبيقوله إنه لسه مصمم يبقى لعيب كرة سلة مشهور ويبقى زي مثله الأعلى كوبي براينت، ويشتري هدوم غالية والناس تقابله في الشارع تسلم عليه. وبو بيشجعه وبيقول له إنه مؤمن بيه وإنه أكيد في يوم من الأيام هيقدر يحقق حلمه. بعدها بنشوف تشانج وهو راكب العربية مع مامته علشان توصله المدرسة الثانوي، وبتقوله إنها هتمشي علشان تلحق تروح شغلها في المستشفى، وبتفكره إنه يوم السبت هيجي يساعدها لأن هو اللي طلب منها إنه يكون متطوع. بعدها بنشوف تشانج وهو في ملعب كرة السلة وبيكون المدرب بيعمل اختبارات علشان يختار الفريق اللي هيشارك في دوري المدارس، وبنشوف إن في منافسة قوية بين تشانج وواحد معاه في المدرسة اسمه مات، وبيستنى مات لما تشانج بيرمي الكرة بتاعته ناحية السلة. بعدها هو بيسدد كورته ناحية كرة تشانج علشان يبعدها، وبينط مات وبيمسك الكورة وبيحطها في الشبكة. وساعتها كل زمايلهم بيفضلوا يشجعوا مات، لكن تشانج بيكون متضايق انه اتحرج وسطهم. بعدها بيروح علشان يشترك في تدريب الفرقة الموسيقية اللي هو واحد منهم، والمدرس بيعرفه على بنت اسمها كريستي واللي لسه منقولة للمدرسة جديد وهتكون عازفة طبلة معاهم في الفريق. وتشانج من اول ما بيشوف كريستي وهو بيحس انه معجب بيها وبياخدها علشان يفرجها على المدرسة، وبيفضل يتكلم معاها عن نفسه وبيحاول يتعرف عليها، لكنه بيسيبها 5 دقايق وبيروح يجيب حاجة، وبيرجع وبيتفاجئ انها واقفة مع مات وانهم اتعرفوا على بعض، ومات عزمها على الحفلة اللي هو عاملها في بيته يوم السبت كمان. وتشانج بيكون متضايق، ولما بيرجع البيت بيفضل يتكلم مع أبوه عن كريستي وإن مات اتعرف عليها وعزمها على الحفلة، وأبوه بينصحه إنه يحاول يقرب منها ويعرف اهتماماتها إيه. فبيقوله تشانج إنها بتحب موسيقى الروك بتاعت التسعينات، فبيفضل تشانج طول الليل يسمع أغاني روك تسعيناتي. وتاني يوم بنشوفه وهو قاعد في ملعب كرة السلة مع كريستي وبيتفرجوا على مباراة بين المدرسة بتاعتهم ومدرسة تانية، وبيقول لها تشانج إن في محل كويس قريب من هنا ممكن يروح يشوفوا الآلات الجديدة اللي نزلت عنده. وفي الوقت ده بيكون مات بيلعب في الماتش وبينادي على كريستي وبيقول لها إن الحركة اللي جاية دي علشانها، وبيقدر مات إنه يكسب فريقه في آخر دقايق وبيعمل تسديدة سلام دانك والمدرسة كلها بتشجعه. بعدها بنروح ليوم السبت وبنشوف الحفلة اللي عاملها مات في بيته بمناسبة الماتش اللي عمله في المدرسة، وبيكون تشانج وكريستي في الحفلة، وبياخدها تشانج وبيوديها أوضة بتاعت مات وبيفرجها على التيشيرت الأصلي بتاع كوبي براينت، وبيقول لها إن ده مثله الأعلى لأنه حول كل العقبات اللي قابلته في حياته الفرص واستفاد منها كمان. وفي الوقت ده بيجي مات وبيسألهم بيعملوا إيه هنا، وبيطلب من كريستي تيجي معاه علشان يعرفها على مجموعة من أصدقائه، وفعلا كريستي بتخرج معاه. ولما بيروح وراهم تشانج بيتفاجئ ب2 أصحاب مات بيطلبوا منه يجي معاهم علشان يكمل الفريق بتاعهم، وتشانج بيفضل يقول لهم إن ده مش وقته وإن عنده حاجة مهمة، لكنهم بيصمموا وفعلا بياخدوه معاهم، لكن بنعرف إنهم بينزلوه القبو وبيقفلوا عليه الباب وبيمشوا، وبيكونوا عايزين يبعدوه عن مات وكريستي. وساعتها بيحس تشانج إنه غبي وبيفضل يلوم نفسه وبيتضايق، لكنه بيقول كوبي براينت لو كان مكاني كان زمانه اتصرف. وفعلا بيروح تشانج يفتح الشباك بتاع القبو وبينط منه. بعدها بيروح علشان يقابل مات وكريستي، ومات بيقول له احنا كنا بنتكلم كلام خاص هنا وانت جيت قطعتنا، وبيفضل يقول له ان ده اسمه تطفل والمفروض يبقى عنده احساس اكتر من كده. وساعتها كريستي بتحس انها اتحرجت وبتسيبهم وبتمشي، لكن تشانج بيكون اتضايق وبيفضل يقول لمات انت فاكر نفسك احسن واحد في المدرسة واحسن واحد بتلعب كرة سلة، وانا لو ركزت هبقى احسن منك. لكن المشكلة ان تشانج وهو بيتكلم بيتكعبل وبيقع في حمام السباحة، والناس كلها في الحفلة بتفضل تضحك عليه وبيصوروه، ومات هو كمان بينط في حمام السباحة وبيحط الكرة في السلة اللي على المية والناس بتفضل تحتفل بيه. بعدها بنشوف تشانج هو مروح مع سوزان مامة مات، وبنعرف ان تشانج ومات يعرفوا بعض من ايام ابتدائي واهاليهم كمان يعرفوا بعض. وبنشوف سوزان وهي بتسلم على السيدة تشين مامة تشانج، لكنها بتكون قلقانة عليه جدا علشان اتصلت بيه كتير وتليفونه كان مقفول. ولما بيدخلوا البيت بتسأله هو مبلول كده ليه، وبتحط ايدها في جيبه وبتلاقي ان موبايله باظ، وبتفضل تزعق له وبتقول له ان الموبايلات غالية واحنا مش معانا فلوس. فبيتضايق تشانج وبيقول لها انه هيتصرف في الموضوع ده وبيطلب منها تسيبه ينام. ولما بيطلع اوضته بيلاقي ان الفيديو بتاعه هو بيقع بقى ترند في المدرسة كلها وانتشر في كل مكان. وتاني يوم الصبح بيصحى وهو متعصب وبيروح يتخانق مع مات في المدرسة في ملعب السلة
السلة وبيقول له إنه ما يفرقش عنه حاجة وإنه يعرف يعمل تسديدة سلام دانك بكل سهولة، لكن مات بيقول له إنه مستحيل يعرف يعملها. والاتنين بيفضلوا يستفزوا في بعض، والناس اللي حواليهم بتكبر الموضوع أكتر لحد ما بيتفقوا إن الخسران هيحلق شعره، ولو مات خسر هيدي تشانج قميص كابي براينت الأصلي، ولو تشانج خسر هيدي مات مجموعة بوكيمون اللي عنده في البيت. وبيتفقوا على الميعاد اللي هينافس فيه تشانج التسديدة. بعدها بيروح تشانج وبو وبيفضلوا يتدربوا، وبيحاول تشانج انه يدور على اسم شهرة ليه من الحيوانات لحد ما بيوصل لاسم الباندا الحمراء. وبيفضل تشانج كل يوم يتدرب الصبح، وبيقابل كريستي بالليل في تدريب الفرقة الموسيقية لحد ما بيعرض عليها انها تيجي معاه للمحل اللي بيبيع الآلات الموسيقية، وهناك بيتعرفوا على بعض اكتر، وهي بتحكي له عن سر حبها للموسيقى لان باباها كان عازف وعلمها من وهي صغيرة لكنه مات بسبب المرض. وهو كمان بيقول لها إن باباه كان بيحب كرة السلة وحببه فيها، لكنه دلوقتي عايش بعيد عنهم علشان منفصل عن مامته. وتاني يوم بنشوف تشانج وهو بيتفرج على يوتيوب وبيشوف فيديوهات مختلفة عن طريقة تسديد سلام دانك، لكن واحد بس هو اللي بيلفت انتباهه وبيحس إنه شخص عادي وبيلعب في الشارع. فبياخد الفيديو وبيروح على بو وبيفرجوا عليه، وبو بيقول له إنه شكله هاوي وبيصور بجودة وحشة وعنده 1000 مشترك بس على القناة بتاعته، يبقى أكيد مش معروف يعني. لكن تشانج بيقول له إنه خلاص هيروح يقابله النهارده، وبيعرفه إنه رايح المول مع مامته علشان يشتري موبايل جديد، بس بعد ما يخلص هيقابل الشخص ده. وفعلا بيروح على المول وبيحس إن مامته تعبانة، فبيقول لها تروح هي، وهو لما يخلص هيبقى يرجع البيت لوحده. وبيدخل على محل الموبايلات وبيقابل دياندري اللي بيكون شغال بياع في المحل، وبيستغرب تشانج وبيقول له مش انت المفروض مدرب سلة؟ فبيضحك دياندري وبيقول له طب ما انت ضحكت عليا وقلت لي انك طويل ومحترف كرة سلة. وبيروحوا هما الاتنين على الملعب وبيكون معاهم بو، وبيحاول تشانج اكتر من مرة انه ينفذ التسديدة لكنه مش بيعرف. فبيقول له دياندري انه ممكن مستواه يتحسن ويقدر ينفذها بسهولة في فترة من 6 شهور لسنة. فبيقول له تشانج ان ده مستحيل لانه عايز يتعلمها خلال 10 اسابيع بس. ودياندري بيقول له ان الموضوع ده هيحتاج تدريب ليل ونهار وفي الاجازات، وبيسأله هتدفع كام، لكن تشانج بيقول له ان مش معاه فلوس خالص. فبيقول له دياندري انه كده هيعطل نفسه وهيضيع وقته معاه، وعلى الاقل لازم ياخد فلوس على التعب ده، وبيسيبه ويمشي. لكن بو بيوقفه وبيقول له انه ممكن يعرض عليه عرض تاني، وهو انه هيساعده على التصوير في القناة بتاعته بشكل احترافي وهيعلمه مونتاج مختلف، وهينزل كل الفيديوهات بتاعة تدريب تشانج لحد ما يتقن التسديدة. وساعتها ده هيكون أفضل من الفلوس بكتير لأن الناس هتكلمه علشان تتدرب عنده، وهيقدر يكسب أكتر بكتير من الفلوس اللي المفروض ياخدها من تشانج دلوقتي. وفعلا دياندري بيوافق، وبيبدأوا تصوير من تاني يوم على طول، وبينزلوا الفيديوهات على كل مواقع السوشيال ميديا. وبيضايق تشانج لما بيشوف كومنتات من الناس إنه مش هيقدر يعمل التسديدة، لكن بو ودياندري بيشجعوه إنه يكمل تدريب. وفعلا كل يوم بيتدرب بقوة، ودياندري بيعلمه تدريبات قاسية علشان جسمه يتعود على المجهود بسرعة. وفي يوم بيكون تشانج في المدرسة وبيعرف إنهم فتحوا التقديم لاختبارات فريق المدرسة، واللي عايز يقدم بيكتب اسمه. وبعد ما بيخلص بيتمشى مع كريستي لحد البيت، وبيحكي لها على المعاملة اللي مامته بتعاملها له، وإنها دايما محسساه إنه لسه صغير ولاغية شخصيته ومحسساه بالإحباط. وكريستي بتقوله إن الأمهات بتعمل كده لأنها خايفة على أولادها، وأكيد هي ما تقصدش حاجة وحشة. بعدها بنشوف فيديوهات أكتر لتشانج، وبيكون في يوم بيتدرب مع دياندري، وبتيجي مجموعة عايزين يلعبوا في الملعب ده وناقصين 2، وبينزل معاهم دياندري وتشانج، وبو بيصور كل ده علشان يبقى تدريب عملي لتشانج. وفي الأول بيكون مستواه وحش ومش عارف يتصرف إزاي، لكن دياندري بيفضل يوجهه لحد ما بيقدر إن هو يظهر بمستوى كويس. وبنشوف بعد كده تشانج لما بيرجع البيت وبيكون مبسوط من النتائج اللي وصل ليها، علشان كده بيقرر يعمل لمامته الأكل النهاردة. لكن المشكلة إنها لما بترجع بتقوله أنت شكلك مبسوط ودي مش عوايدك، فبيحس إنها بعيدة عنه وإنها مش مهتمة تعرف الهوايات اللي بيحبها. ومامته بتقوله أنت مشكلتك الحقيقية إنك دايما مستني رأي الناس فيك، ومهتم إنك تعرف الناس شايفينك إزاي أكتر ما أنت مهتم تعرف أنت نفسك عامل إزاي. وتشانج بيتضايق وبيسيبها ويمشي. وتاني يوم بيروح على الملعب وبيفضل يتدرب مع دياندري، وكريستي وبو بيكونوا بيتفرجوا عليه، وبيكون تشانج قرب يلمس السلة وينفذ التسديدة، لكن فاضل ليه كام سنتي بس. فبيقول له دياندري إنه مش هينفع يحمل على نفسه أكتر من كده في التدريبات علشان ممكن تحصل له إصابة. لكن تشانج بيقول له إن بكرة هينفذ التسديدة قدام المدرسة كلها، ولو فشل ساعتها هيقرر إنه يمشي من المدرسة أحسن علشان شكله هيكون وحش قدام الناس. بس دياندري بيقول
بيقوله إنه النهاردة يعتبر وصل خلاص، وبكرة لما جسمه يرتاح هينفذ التسديدة بكل سهولة، والإدرينالين اللي هيفرزه جسمه ساعتها هيساعده على كده. وتاني يوم بيروح تشانج المدرسة وبيدخل الملعب وبيلاقي مات وكل المدرسة واقفين مستنيين، وبيروح يسأل دياندري فين كريستي وبو، فبيقول له إنهم أكيد جايين ومش هيسيبوك. وفي الوقت ده بيفضل مات يتريق عليه ويقول له أنت حتى أصحابك القريبين رافضين يصدقوا إنك هتقدر تنفذ التسديدة، علشان كده مجوش. وفجأة النور بيتقطع وبيسمعوا كلهم صوت موسيقى، وبتدخل كريستي وراها الفرقة الموسيقية وبيفضلوا يلعبوا مزيكا ويهتفوا باسم تشانج، وبيقولوا إنهم كلهم معاه وبيحمسوه، وبو بيكون موجود معاهم وبيفضل يحمس في تشانج هو كمان. وبتيجي لحظة التسديد وبيجري تشانج بأقصى سرعة ناحية السلة وبيقدر إنه ينفذ التسديدة بنجاح. بيفضل بعدها يحتفل والناس كلها بتتلم حواليه وبيهتفوا باسمه وبيهتفوا انه يحلق شعر مات، وفعلا بيدوله مكنه حلاقه وبيحلق له شعره قدامهم كلهم، وكل الناس بتصور والفيديوهات بتنتشر في كل مكان، والتعليقات كلها بتكون ايجابيه وبيقولوا انهم مبسوطين ان تشانج نجح وقدر يحقق اللي نفسه فيه، وكلها بتكون رسائل تحفيزيه. وبيبدا تشانج يتعرف في المدرسه اكتر واكتر، وبيقرر تاني يوم انه يدخل على الملعب بتاع السله ويقول لمات ان النسخه الجديده من تشانج مش هتسمح لحد يهينها أو يتريق عليها تاني، وإنه هياخد مكانه في فريق المدرسة السنة دي. ومات بيقوله إنها مجرد تسديدة والمفروض ما يبقاش مغرور قوي كده علشان لسه قدامه كتير، لكن بيقاطعهم موظف الأمن وبيقول لتشانج إن النظرة عايزاه. ولما بيروح مكتب النظرة بيعرف منها إن في برنامج تلفزيوني في نيويورك اسمه جيت أب اتصل بيه علشان تشانج يروح يصور معاهم، والنظرة بتكون متحمسة وبتقوله إنه هياخد أجازة قانونية من المدرسة علشان أيام التصوير دي. ولما بيرجع البيت بيكون متحمس جدا وبيكلم كريستي فيديو كول وبيقول لها انها لازم تيجي معاها التصوير، وبيعرفها ان كده كده دياندري هو اللي هيوديه وابوه هيكون معاهم. وكريستي بتقوله انها هتشوف رأي مامتها وتقوله، وبعد شوية بتوصل مامته وبتبارك له على البرنامج. وبعدها بنشوفه وهو رايح يصور البرنامج مع اصحابه، وبيكونوا كلهم مبسوطين ومتحمسين ومستنيين انه يطلع يتكلم على الهوا، وبيقعدوا كلهم في أوضة الإخراج وبيسمعوا اللقاء بتاعه وهو بيتكلم عن ثقته في نفسه وانه قدر يطور مهاراته ويتحدى المستحيل لحد ما نجح. والمذيع بيقول له ينزل معاه علشان في مفاجأة تحت، ولما بينزلوا بيتفاجئ تشانج ان في سلة والمذيع بيديله كورة وبيقول له ينفذ الضربة مرة تانية على الهوا. وتشانج بيقول له ان في رياح كتير هنا ومش هيعرف لانهم على النهر على طول، بس المذيع بيفضل يلح عليه لحد ما بيجرب تشانج مرة تانية، بس المرة دي بيفشل والكورة بتقع في المية. بعدها بيمشي وهو زعلان وبينزل مع أصحابه علشان يحضروا حفلة، وبيقول لهم إنه فاشل ومعرفش ينفذ التسديدة، لكن دياندري بيقول له إنها أوقات بتحصل وبيطلب منه ما يركزش في الحاجات دي لأن العالم كله بيتكلم عنه دلوقتي. بعدها بيوصلوا على باب الحفلة والبنت اللي في الاستقبال بتقول إن تشانج بس اللي يدخل علشان اسمه في القايمة، أما الباقي أساميهم مش موجودة. فبيقول لهم تشانج إنه هيدخل جوه ويشوف مسؤول الحفلة ويدخلهم، وهم بيقولوا له إن هم قاعدين بره مستنيينه، لكنه لما بيدخل بينبهر بالجو وبيقابل شخصيات معروفة كتير ولاعيبة كرة سلة، وبينسى أصحابه وبيفضل يرقص ويغني معاهم، وحتى ما بيردش عليهم على التليفون. وبعد ما الحفلة بتخلص بيطلع علشان يقابل دياندري وبيعرف منه إن بو وكريستي زهقوا من الانتظار وتعبوا وروحوا. وتشانج بيفضل يقول لدياندري إنه ما كانش قصده ينساهم لكنه ملقاش المسؤول، ودياندري بيقوله إنه مش زعلان منه. وتاني يوم في المدرسة بيقابل كريستي وبو، لكن بيكون واضح إن الاتنين زعلانين منه ومحدش عايز يكلمه. وكريستي بتقوله على الأقل كنت رديت على التليفون وعرفتنا، لكن انت فرحان بالأجواء اللي حواليك ونسيتنا خالص، وبتسيبه وتمشي. فبيروح يتكلم مع أبوه وأبوه بيقوله إن الفيديوهات والصور اللي رفعها على انستجرام من امبارح تدل إن هو كان مبسوط ومش فاكر إن أصحابه مرميين بره، علشان كده بيقوله إن النسخة القديمة من تشانج كانت أحلى بكتير، وبيسيبه وبيمشي هو كمان. بعدها بنشوف تشانج وهو ماشي في المدرسة وعمال يحكي للناس على التسديدة بتاعته، لكن فجأة بيظهر مات وبيوريله فيديو بيقول ان تشانج كان بيغش في التحدي وانه اتفق مع حارس الملعب انه ينزل السله مسافه صغيره بحيث انها ما تبقاش باينه بسهوله، وهو ده اللي خلاه ينجح في التسديده. وساعتها تشانج بيتضايق وبيقول لمات انت رافض تعترف اني نجحت ورافض تعترف ان في حد ممكن يبقى مشهور اكتر منك في المدرسه، والمشكله الاساسيه ان الحد ده من اسيا يعني مش شبهك، علشان كده انت متضايق قوي. لكن مات بيقوله انه مش متضايق من حاجه قد ما هو متضايق انه غشاش وبيضحك على الناس، وانه عمل كده عشان هو اللي شخص حقود وعايز يسرق نجاح غيره. وساعتها تشانج مش بيقدر يستحمل وبيضرب مات، والاتنين بيروحوا على مكتب النظرة وبيتعمل ليهم استدعاء ولي أمر، ومامة مات بتفضل
بتفضل تقول إن ابنها بيتعالج نفسيا بعد ما حلق شعره في المدرسة بالشكل ده، والناس بقت بتتنمر عليه على السوشيال ميديا. ومامة تشانج بتفضل تعتذر وبتقول لهم إن أكيد ابنها ما كانش يقصد كل اللي حصل ده. وساعتها النظرة بتقول إن كل واحد فيهم هياخد فصل لمدة أسبوع، وإن تشانج هيعمل فيديو يعتذر فيه إنه غش وهيرجع التيشيرت بتاع كابي براينت اللي خده من مات. بعدها بتركب مامة تشانج معاها العربية وبتفضل تتخانق معاه وبتقوله انت مش بتتكلم معايا ووصلت نفسك للي انت فيه دلوقتي ورايح تتكلم مع دياندري اللي احنا اصلا ما نعرفش حاجة عنه. لكن تشانج بيفضل يزعق وبيقول لها ان دياندري كان بيسمعه وبيصدق في موهبته وبيشجعه انه يكمل ويطور من نفسه على عكس اللي هي بتعمله معاه، وانها دايما بتحبطه وبتقلل منه ومحسساه انه طفل صغير ومش هينجح. وبيقول لها انت من ساعة ما انفصلتي عن بابا وانت عايزة تعملي فيها اب وام وفشلتي انك تعملي الدور ده، وبيسيبها وينزل وهي بتفضل تجري وراه لكنها مش بتلحقه. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف تشانج في ملعب سلة قريب من البيت وهو بيحاول يسدد السلام دانك مرة تانية، لكنه في كل مرة بيفشل. ومامته بتكون بتتفرج عليه من بعيد وسايباه يفرغ الغضب اللي عنده لحد ما بيقع على الأرض، فبتجري عليه وبتلحقه وبتقوله هنرجع البيت وكل حاجة هتبقى كويسة. بعدها بيطلع تشانج يعمل فيديو وبيشكر كل الناس اللي دعمته وبيعترف انه فعلا غش ونزل السلة شوية، وبيعتذر لدياندري والبو وكريستي اللي شجعوه. بعدها بتروح مامة تشانج تقابل دياندري في كافيه وبتقوله ان انت السبب في اللي ابني فيه ده دلوقتي، لكنه بيقول لها انه اول ما قابل تشانج كان بيقول انه هيستسلم بعد اسبوع ولا 2، لكنه شاف قدامه شاب كله حماس وعنده اصرار وعزيمة ما شافهمش في حياته، وبيعرفها انه صحيح مش مدرب محترف لكرة السلة لكنه على الاقل كان مصدق في ابنها وبيدعمه في اي وضع هو فيه، وبيفرجها على فيديوهات التدريب بتاعتهم وهي بتقوله انها عمرها ما شافت السعادة دي على ابنها قبل كده. وساعتها بتقوم وبتقرر انها تدعم ابنها وتفضل جنبه وتشجعه، ومن وقتها وهي بتقرب منه وبيعملوا كل حاجة مع بعض وبقوا أصحاب. وتشانج بيقرر إنه يحلق شعره قبل ما يروح المدرسة وبيكمل تدريبات لكرة السلة، لكن المرة دي مامته بتكون موافقة وبتتفرج عليه وبتشجعه، وبيروح يسجل اسمه في الاختبارات بتاعة فريق السنة، وبيقعد مع كريستي وبيعتذر لها على اللي عمله معاها وبيقول لها تسامحه، وكريستي بتقوله إنها مسامحاه ومش زعلانة منه. بعدها بيروح على المدرسة وبيدخل الاختبارات وبيقابل مات وبيقول له تراهن مين فينا يجيب نقط أكتر، فبيقول له مات أنت مش بتستسلم أبدا، فبيقول له إن دي المرة دي تبقى النسخة الثالثة من تشانج وأنا عايز يبقى فيه بينا تنافس شريف، ومات بيشجعوا على الفكرة دي وعلاقتهم بتتحسن ببعض. وبنشوف بعد كده إن الاتنين دخلوا فريق المدرسة وبتكون فيه مباراة بينهم وبين فريق تاني، ومات بيلعب أساسي وتشانج قاعد بره، وكريستي بتقوم تنادي على المدرب وبتقول له عايزين تشانج ينزل، ودياندري وبو ومامة تشانج هما كمان بيقوموا يعلوا صوتهم لحد ما المدرب بينزل تشانج وبيروح يتكلم مع مات، ومات بيقول له يمسك اللعيب رقم 5 لأنه أخطر واحد فيهم. وفعلا بينزل تشانج لكنه بيتكعبل في أول كورة ليه، بس دياندري بيفضل ينادي عليه وبيقول له يركز، وبيقدر تشانج إنه يخطف الكورة وبيروح ناحية السلة وبينفذ أخيرا تسديدة سلام دانك بنجاح. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك، ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروة القاضي.